وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. فيها قيمة وحاجة مهمة. ممكن الحلقة ما تعملش 1000 مشاهدة، ممكن اطلع اتكلم في موضوع تافه جدا اعمل 1,000,000 مشاهدة. بعد كده انا هفكر ازاي؟ لا، الناس بتتفرج على الحاجات التافهة، انا هكمل في التفاهة، ما انا عايز اتشاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الأستاذ مصعب العباسي على فكرة حتى الآن، يعني لأن لا أضمن تحول الإعلاميين، لكن حتى الآن أنا يعني أتابع كثيرا مما يقدم برامج هادفة ويقول كلمة حق ويدافع عن الحق، فجزاه الله خيرا. وهو يسأل سؤالا مهما أنا أسأله وغيري يسأله. يقول: أنا أقدم يعني أقدم موضوعا مهما وهادفا ونافعا، فأقدم هذه الحلقة أجد المشاهدات أو كذا 1000 مشاهدة أو لا تتعدى 1000. وهذا يحدث معي ومع الناس جميعا. المحتوى الهادف الجيد لا يجذب المشاهدين، هذه واحدة. وأيضا القائمون على هذه الأدوات لا يهتمون بترويج المحتوى الهادف، ليس هذا هدفهم. المحتوى الهادف يتم رواجه يتم رواجه ذاتيا من قبل محبيه. يعني هتقول لي الدكتور عبد الله رشدي ليس اليوتيوب او ليس كذا يدعمه، لا، هو لان المحتوى قيم وجيد وله متابعون وله محبون يقومون بترويجه ذاتيا. هم يقومون بترويجه ويشاركون، كل واحد يعمل شير وكل واحد يعمل كذا وينشر ويبعت على الوسائل فبهذا يتم الترويج. أما إن تقول لي إن أنت تقدم محتوى هادف ومنتظر اليوتيوب يروجه لك أو الوسائل، هذه الوسائل التي لا نملكها يملكها أعداؤنا، وننتظر منهم أن يقوموا بترويج ما نقدمه من محتوى هادف، لا. لكن المحتويات التافهة يتم ترويجها بسرعة. يعني في مرة من المرات في بداية إنشاء القناة مر عليها 5 سنوات الآن، في بداية نشأتها كنت أقدم المحتوى وأكاد أصاب بإحباط، لكن كنت أصبر لأني يعني أحتسبها لله عز وجل. يعني ليس المقصد لا هو الأرباح، وطبعا فترة كبيرة يعني حتى الآن يعتبر ليس هناك أرباح، يعني الأرباح تافهة جدا لا تكافئ ما ينفق وما يعني يقدم لأجل هذا العمل. فالمهم يعني ففترة كبيرة المشاهدات يعني قليلة. ففي مرة من المرات يعني سألني واحد، أو كان في الثانوية العامة أو ما إلى ذلك، سؤال يشغلهم: ما مذكر بطة ما مش فقلت والله سؤال طريف حلو، فنزلته ما فيش حوالي دقيقة: ما مذكر بطة. لقيته عمل مشاهدات عالية ومش في لحظات في لا فاليوتيوب يعتقد ان هذا يعني شيء يعني خفيف وتافه وكذا، هو شيء مفيد في اللغة، لكن هو لو عرف انه مفيد ما روجه في الحقيقة. فلقيتهم من نفسهم روجوه عادي. فيعني ماذا يصنع الانسان؟ يعني الانسان اللي هو عينه على النفع المادي، عينه على المشاهدات، بلاش. الإنسان اللي هو يريد أن يجد له متابعون، أن يجد له متابعين، يجد له مشاهدين، يريد أن يسمع، يريد أن الكلام الذي يتعب في إنشائه وفي إعداده وفي تصويره وفي برمجته وكذا وكذا، يعني
دوامة كبيرة حتى يخرج هذا الفيديو للناس، يعني بياخد مراحل. يعني الناس اللي شغالين في اليوتيوب يعلمون ذلك. وطبعا يعني أنا بعمل بأدوات بسيطة، ومع ذلك الأمر يأخذ جهدا كبيرا. طيب ما علينا. فيعني كيف يفكر الناس؟ يفكرون طيب نقدم بقى محتوى خفيف وسهل وتافه طبعا يعني لا يمكن أن نفعل ذلك، لا يمكن ولا يصلح. ولكن الذي حل هذه المشكلة أن يكون لنا متابعون واعون، متابعون واعون، مشاركون لنا في المسؤولية. إذا كنت تعتقد أن هذا المحتوى الذي أقدمه محتوى هادف، وما شاء الله بفضل تعالى أجد متابعين من جميع أنحاء العالم، من مصر، السعودية، ليبيا، الكويت، الأردن، كذا، في أمريكا، في ألمانيا، بفضل تعالى، ويكتبون عبارات تشجيع وثناء ويدعو. يعني أفرح جدا بالدعاء، نسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك في عمرك ووقتك وكذا وكذا، وأشياء جميلة جدا. هذه يعني ترفع معنوياتي. أننا أجد أن يعني في الحديث أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يعمل العمل ابتغاء وجه الله عز وجل ثم يجد ثناء الناس، يعني هو يعمله ابتداء ابتغاء وجه الله ثم يجد ثناء الناس، هل يضر هذا؟ قال لا. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. بشرى إن عملي هذا لقي قبولا عند المؤمنين، فهذه تكون بشرى أن يلقى قبولا عند الله، لأن المؤمنين إنما يحكمون بقانون الله عز وجل، ويحكمون بشريعة الله، ويحكمون بما أنزل الله عز وجل، فبالتصورات التي فهموها من القرآن وكذا من كلام الله، فيحكمون بهذا بالهدي القرآني وبهدي الله عز وجل. فإذا رضي عنك المؤمنون فإن شاء الله حري أن يرضى الله عنك. المهم، فالحل أن يكون لليوتيوبر أو للإعلامي يكون له متابعون واعون مخلصون محتسبون. وأنا أشكر عددا من الإخوة الأفاضل لا أعرفهم والله، أحدهم من الهند، أحدهم من السعودية، بعضهم من مصر، بعضهم من أماكن متفرقة حتى لا أدري من أين، من الجزائر، من كذا، يدخلون بصفة شبه يعني دائمة، يكتبون تعليقات والإعجاب. ومنهم من يشجع الجمهور ويقول: يا جماعة لابد أن يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد، لابد أن تشاركوا بالتعليقات والمشاركة والإعجاب وكذا، حتى يهتم اليوتيوب وينشر الفيديو وكذا. هذا أمر مهم يقول هذا، فأسعد بذلك. هذا ما ننتظره. يعني إذا كنتم تحتسبون، يعني لا تكن مجرد مشاهد، شارك معي. إذا كنت تعلم أو ترى أن ما أقدمه، أن هذا الذي أقدمه نافع للمسلمين، مفيد، الدعوة تتطلبه، الواقع يتطلبه، فلماذا لا تشارك في نشره؟ فأنا أدعوكم جميعا، ليس لي فقط بل لمساعدة كل من يقدم عملا نافعا. حاول تقدم له المساعدة بأي طريقة. يعني أخ فاضل من ألمانيا وأكثر من أخ جزاهم الله خيرا راسلني وقال لي: أنا مستعد أن أساعدك في رفع فنيات القناة، ويعني أن أشاركك فيما تطلب، أن أعد لك كذا أو أهيئ لك كذا أو أجهز لك المقاطع أو أفعل لك كذا وكذا، لأن أراك تمسك أحيانا هذا الجهاز أو تفعل كذا أو تصور منه. يعني أفرح بهذا وأحمد الله عز وجل. أنا لا أريد، يعني ليست هذه هي المشكلة بالضبط، لكن الأكثر من ذلك أن يكون لك دور بالإعجاب، التعليق، النشر، المشاركة، إرسال المقطع الذي تراه مفيدا ويجب التعليق عليه. يعني كل هذا من الأدوار الإيجابية
التي ينبغي أن تحتسب فيها حتى ننصر الحق وأهله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما.